وائل الإمام امبارح مع الإعلامي السعودي باسل الدوسري طلع ورد على عفيفي في بعض الكلام أو عن الكلام اللي اتكلموا وقالوا على النادي الأهلي وتقليله أو محاولة تقليله للنادي الأهلي من إنجازاته وبطولاته على عفيفي في أحد البرامج، وقال إن هو بيحاول يقلل من قيمة النادي الأهلي، من بطولاته، من إنجازاته، إن هو بيحاول إن هو يصغر من النادي الأهلي وعاوز يكره فيه الجمهور السعودي. وكنت أتمنى إن هو يتكلم بعقل أحسن من كده، أو يتكلم بطريقة أحسن من كده عن النادي الأهلي. والمفترض إن هو راجل مصري في أراضي السعودية، بدل ما أنت تكره الجمهور السعودي أو الشعب السعودي في نادي بلدك أو نادي مصري، كان مفترض عليك انك انت تتكلم بطريقه احسن من كده. وبدا ان هو يسرد ويقول على الكلام اللي هو قاله عفيفي، وطبعا كان رد على كلام عفيفي في الاعلام السعودي. كمان كابتن احمد شوبير النهارده في البرنامج الاذاعي بتاعه اتكلم على محمد رمضان او الكابتن محمد رمضان المدير الاداري الجديد للنادي الاهلي، وقال ان محمد قوي جدا، قوي الشخصيه، ان هو بيعرف يتعامل مع الامور بعقلانيه شويه. قال ان انا كنت لاعب في النادي الاهلي وكان معايا اسامه عرابي وايمن شاوي وحسام حسن، وهو كان اصغر مننا سنا ومسك مدير كوره، وكان حصلت مشكله بيني وبين اسامه عرابي. واليوم ده عملت ماتش كويس جدا، لكن جه بعد الماتش قال لي انت عملت ماتش هايل وصرفت لك مكافاه 150 جنيه، لكن خصمت منك 200 جنيه عشان السلوك. وهو ما بيعرفش ابوه في الشغل، قال ان هو جد جدا في الشغل وما بيعرفش ان هو يكون لين مع حد، خصوصا لو في موضوع الثواب والعقاب. وهو ده او هي دي شخصيه محمد رمضان. لكن كمان بيتسو موسوماني جابوا النادي الاهلي ولعب ماتشين، وبعدها على طول كان نهائي القرن الافريقي، وقدر ان هو يحصل على مع النادي الاهلي على اغلى بطوله للنادي الاهلي، بطوله افريقيا من انياب نادي الزمالك. ودي النهارده الذكرى لموسيماني. عشان كده النهارده سوشيال ميديا النادي الاهلي النهارده بتحتفل ببيتسو موسيماني، وبتوجه له تحيه كبيره جدا لبيتسو موسيماني.